السلام عليكم. هذا علاج فعال للجدري أو الفالون. هذا أسيتون مال صبغ أظافر، تسحب كمية قليلة من مادة الأسيتون. علاج فعال ومجرب. شوفوا هذا أسيتون. نيجي على مكان الجدري، حاول من عدة جهات نضع مادة الأسيتون. علاج فعال. هاي البارحة خليت لها شوية أسيتون، اليوم يابسة، وهسه حخلي لها مرة ثانية. هاي ما شاء الله يبست، هم البارحة خليت لها وهسه اخلي لها ان شاء الله مرة ثانية. وهاي هم البارحة خليت لها بجنحها، هم يابسة اليوم وحخلي لها مرة ثانية. وهسه اكو طيور خليت لها قبل يومين ثلاثة، هسه اشوفكم شلون ما شاء الله يابسة ورايحة منتهية. ثلاث ايام خليت لها، هسه يابسة ومنتهية. وهاي كانت هنا وحدة يم عينها هم راحت يبست، وهاي ايضا هماتينا يبست. والمضرق ماله كان متروس جدري، هسه نظيف كله يبس ووقع. باقي اثار كلش قليلة. هذا صار له تقريبا 4 ايام من خليت له مادة الاسيتون. وهاي ايضا قبل 4 ايام خليت لها يابسة رايحة منتهية. هاي طالعة وحدة جديدة، هسه اخلي لها شوية. هاي ايضا قبل يومين خليت لها يابسة، للتأكيد اخلي لها شوية مرة ثانية. هاي راحت يبست، وهاي بجتافاته ايضا يبست. هاي هم يبست. هذا ايضا قبل يومين خليته، شوف صف عينه، يعني مكان الكل تقول لك لا تخلي هذا مكان خطر على العين. شوفها ما شاء الله شلون يابسه. وهاي الثانية هنا بنقارة ايضا يبست، وهاي ايضا يبست، كتافاتها ايضا يبسن. هاي شوية بعد ليها مجال، يعني نقدر نخليها مرة ثانية. هاي يابسة بس للتأكيد نخلي لها مرة ثانية. هاي ايضا يبست. وما نريد كل شيء من عندكم، بس تقولون لنا رحم الله والديكم. ماذا يقولون عليه مكان خطير، شوي يكون حذر. هاي اول بارحة خليت لها، هسه ما شاء الله يابسة، بس اكرر عليها مرة ثانية. هاي جناحها ايضا كله يبس. هذا كله يابس، بس للتأكيد هي تيبس تقريبا ثاني يوم أو ورا يومين تيبس تنتهي. للأمان تكرر عليها.
هاي شوية يابسة من البارحة، نرجع نكرر عليها. لكن مثل ما تفضلت يعني علاج فعال بشكل. يعني هسه هاي المنطقة يبست، هاي ان شاء الله باكر باذن الله، باكر او بعد باكر ان شاء الله تيبس. هاي خليت لها اول بارحة يبست صارت سودة. ما نريد شي من عندكم يا اعزائي الاصدقاء، مجرد تقولون رحم الله والديك ولكم جزيل الشكر.